الفيلم ده كان ممكن فعلا يبقى افضل فيلم لسنة 2024 لولا انه بينافس بشكل شرس قوي مع حاجات تانية زي ذا سبستانس وكونكليف وذا بروتاليست والحاجات دي. فيلم انورا واحد من اهم واجمل واعمق افلام السنة. استغربت اصلا الفيلم شكله من بعيد كوميدي رومانسي تافه، ما كنتش متوقع خالص انه يكون فيه هذا القدر من العمق اللي يحوله من مجرد فيلم حلو لفيلم عظيم او فيلم اوسكاري. الفيلم اكتسح جامد في موسم الجوائز في الجولدن جلوبس والكريتكس شويس، وواضح فعلا انه هيكتسح في الاوسكارز. كنت مقرر اني هعمل له ريفيو عادي كده مراجعه من غير حرق، بس لما حسيت انه فيلم عميق وفيه طبقات كتير وناس كتير مش فاهمه النهايه الغريبه اللي مش موضحه لنا اي حاجه دي، قررت انا مشكورا جدعانه مني كده اني اعمل تحليل مفصل للشخصيات وطبيعه العلاقات وشرح النهايه، ونعمل بريك داون لكل الاحداث. مشروع محلل سينمائي على قد كده. ايدك معايا بقى نجم، لايكاتك واشتراكاتك والحاجات الحلوه دي. الفيلم بتدور احداثه عن انورا، بنت شغاله ستريبر او متعريه في احد نوادي التعري في نيويورك. مش بتحب شغلها لكن مضطره تتعامل مع الرجاله المقرفين دول عشان تاخد قرشين وتروح، لدرجه انها بتضغط عليهم جامد. لو حد قال لها مش معايا سيوله تقول له تعالى نروح للاي تي ام سوا، هو هات فلوسك بالعافيه وخلاص. عايشه حياه كئيبه وممله، كل يوم تروح من شغلها بالقطر، قاعده في بيت اختها، ابوها وامها متطلقين، البيت حرفيا قدام سكه قطر بالظبط. حاجه مزعجه جدا لانورا اثناء النوم، ده بيخلي حياتها كئيبه ومزيفه وبارده، ما فيهاش اي حاجه ممتعه. انورا ما عندهاش صحاب او عائله تهتم بيها، يا دوبك صاحبتها في النادي ده، بس علاقتهم ما بتخرجش بره اطار الشغل. ولكن في مره من المرات انورا بيجي لها زبون مختلف، ايفان زخاروف، شاب روسي غني وسيم، مش مقرف ولا بخيل زي باقي الرجاله اللي بتشوف خلقتهم كل يوم. انورا نوعا ما بتنجذب لايفان وبتعجب بشكله وروشنته وفلوسه، وايفان برضه نوعا ما بيحس انه مرتاح لها ومرتاحه له. فمره من المرات ايفان بيقول لها محتاجك معايا نخرج ونتفسح وتبقي الجيرل فريند بتاعتي لمده اسبوع. وفي خلال الاسبوع ده فقط بيقرروا بعدها انهم يتجوزوا، عشان نحصل على التلت اول من اجمل مقدمات الافلام الرومانسيه اللي ممكن تشوفها في حياتك، وكانه فيلم رومانسي من افلام الالفينات المبهجه السعيده اللي كنا بنشوفها واحنا صغيرين على ام بي سي 3. بهجه مش طبيعيه. انورا لاول مره بتستمتع بوقتها وبتحب حياتها مع ايفان، بتعيش حياه مليئه بالفسح والخروجات والفنادق الفاخره والشباب والجنس والمخدرات، حاجات بتخلي انورا تقرر تستقيل من نادي التعري وتختم شابتر حياتها القديمه الفقيره الممله، وتبدا حياه جديده ممتعه فاخره مع ايفان. حاجه كده شبه قصه سندريلا اللي فضلت مستنيه الامير عشان يجي وينتشلها من الفقر اللي عايشه فيه. ولكن لكل لحظه حلوه نهايه ولكل علاقه رومانسيه خازوق. ايفان ولد مدلل غير ناضج، مش مسؤول، عايش حياه طائشه، حياه مش بتاعته، حياه هو ما تعبش فيها. ابوه وامه فضلوا مدلعينه طول حياته، ما يعرفش يعمل اي حاجه غير انه ينام مع نسوان ويشرب مخدرات ويلعب فيديو جيمز بفلوس اهله مش بفلوسه. انورا كانت عارفه كويس قوي ان ايفان ما قالش لابوه وامه على الجوازه دي، وعارفه كمان انهم مش هيكونوا اكتر ناس متقبلين لفكره ان ابنهم اتجوز واحده ستريبر او متعريه عاهره من الاخر يعني. لكن هي بتقرر تدخل في حاله من الانكار، انكار الواقع اللي هتعيشه بعد فتره عشان تهرب من الواقع بتاعها الكئيب الفقير الممل. وفعلا مع اول خطوه العائله بتاخدها في علاقتهم، الجوازه بتنتهي تماما. انورا في وسط فرحتها بجوزها الجديد وحياتها الجديده مع ايفان، بيدخل عليهم توروس وجارنيك وايجور اللي جايين من طرف اهل ايفان بالعافيه عايزين يطلقوها منه. التلت التاني من الفيلم بنشوف حاله هستيريه كوميديه من عدم التواصل البشري، زيرو كوميونيكيشن على الاخر، بسبب ان كل شخصيه مختلفه عن التانيه 180 درجه، كل شخصيه عايشه في وادي تاني خالص مع نفسها. مفيش شخص واحد ناوي يفكر مرتين في الهبل اللي بيعمله. تصرفات طفوليه هتخليك تفطس من الضحك، بس برضه انت عارف ان جواها مأساة. في وسط الفوضى دي ايفان بيقرر يهرب. انورا مفكره انه عنده خطه او رايح يطلب النجده، اكيد مش هيكون هرب وسابني وخلاص. لكن شخصياتنا الاربعه بعد بحث طويل طول الليل في كل مكان في نيويورك، اخيرا بيلاقوا ايفان بيسكر وبيهلس في نفس الملهى الليلي اللي اتعرف فيه على انورا. وبيسكر مع مين؟ مع واحده كانت هي ألد اعداء انورا لما كانت شغاله معاها في النادي. من خلال عيون انورا تقدر تشوف كم رهيب من المشاعر المختلطه والمرتبكه اللي مش قادره تتعامل معاها بشكل طبيعي. احساس بالخيانه انها شافته مع واحده تانية، على احساس بالسعاده انها لقته اخيرا، على احساس بالحزن انها عارفه ان مفيش حد متقبلها تماما من عيلته، وعلى احساس بالحيره وانها لحد دلوقتي مش فاهمه ايه اللي بيحصل
بيحصل حواليها. الامر بينتهي بان اهل ايفان بيظهروا وبنتعرف على شخصيه ام ايفان وابوه، وبيطلعوا انورا منه بالفعل، وهو بيطلع شاب مش ناضج ومش مسؤول وملوش راي، وبيسمح لاهله يتحكموا فيه ويلغوا الجوازه وهو موافقهم عادي، وبيرجع معاهم لروسيا عشان يشتغل في شركه ابوه ويسيبها ترجع لحياتها القديمه. كل ده بيحصل وهي حرفيا لسه مش مستوعبه اي حاجه، وكانها متعلقه في الهواء، لا قادره تفضل فوق ولا قادره تنزل على الارض. الناحيه اللي عائله ايفان بيبصوا منها على الجوازه دي ناحيه مختلفه تماما عن الناحيه اللي انورا بتبص منها. انورا بتبص للجوازه دي على ان ده شاب انا اتعرفت عليه وحبيته وقررت اتجوزه، ودي فعلا الناحيه اللي احنا كمشاهدين بصينا منها برضه، لان التلت الاول ورانا حياه الاحلام اللي انورا عاشتها لاول مره. هيتهيالك ان انورا وايفان بيحبوا بعض فعلا ولايقين على بعض ونفسهم يفضلوا مع بعض ومفيش حد هيقدر يفرقهم، لدرجه ان في مشهد بين انورا وايفان وهم بيمارسوا الجنس كالعاده هو بسبب انه مش ناضج وما عندوش ثقافه جنسيه وما يعرفش الطريقه الصحيحه لممارسه الجنس، عايش بشكل طائش وعلى هواه وخلاص، بيمارس معاها الجنس بسرعه عشان يخلص وينجز. هي بتقول له لا اهدى شويه، خد وقتك معايا. هي نفسها حبته عايزه تتكيف منه. لكن اهل ايفان شايفين الجوازه مفتقده لكتير من العناصر المهمه اللي المفروض تكون موجوده في اي جوازه عشان تنجح. اولا الجوازه فيها استغلال، انورا بتستغل ايفان عشان تستمتع بالفلوس والغنى والحياه الفاخره اللي هتاخدها معاه، وكمان في نفس الوقت ايفان بيستغل انورا عشان ياخد الجنسيه الامريكيه. ثانيا انورا بنت متعريه، اهل ايفان هم عيله روسيه مسيحيه متدينه محافظه، ما يحبوش ان ابنهم يتجوز واحده عاهره تجيب لهم العار وتوسخ شرفهم واسم عائلتهم. وثالثا ودي اهم حاجه، عائله ايفان شايفين ابنهم مش جاهز دلوقتي انه يتجوز اصلا، برغم انه عنده 21 سنه لكنهم لسه شايفينه ولد صغير طائش مش مسؤول مش راجل ما بلغش لسه. اكيد مش هنسمح لواحده عاهره انها تستغله وتاخد منه فلوسه اللي هي اصلا بتاعتنا. لما بتحط الحاجات دي كده مع بعض وتفكر فيها بالشكل ده بتتفاجئ فعلا انهم ممكن يكون عندهم حق. الجوازه دي فعلا جوازه متهوره جدا ومليانه استغلال ومش جوازه حقيقيه، ولا سيما انها جوازه تمت خلال اسبوعين. دي كلها حاجات بتخلي اهل ايفان يبقوا بالشكل اللي انت شفته في الفيلم ده، بيتعاملوا مع انورا معامله قذره جدا، مش شايفينها في حياتهم اساسا. انت ممكن تقول هم ليه اشرار كده بالعافيه وخلاص، شخصيتهم مش منطقيه، هم ليه راكبين دماغهم قوي كده ورافضين الجوازه، ما يتقبلوهم زي ما هم وخلاص، مش بيحبها وبتحبه، سيب العيال تحب بعض يا جدع. وممكن برضه تقول الفيلم اصل بيتريق على الروس عشان فيلم امريكي وعايز يطلعهم ناس جهله ومتخلفه، واقل واحد فيهم دايما هتلاقيه قاتل متسلسل اسمه ديمتري كلاشينكوف. لكن لا، فعلا لما بتبص العلاقه بين انورا وايفان من منظورهم هم بتلاقي فعلا ان عندهم حق، مش عشان هم روس ومتخلفين وخلاص، ولا سيما ان دي مش اول مره ايفان يعمل حاجه غبيه وهم يطلعوه منها. الجوازه دي كلها هم بصوا لها على انها حاجه متهوره ابننا الصغير عملها فهنحاول نصلحها له ونقول له ما يعملش كده تاني. ما يعرفوش انهم كده بيتسببوا في الحاق ضرر نفسي جسيم بشخص اخر. اتعاملوا مع الموضوع كانه تكنيكال ايشو. انورا بتعيش حلم جميل ما كانتش عايزه تصحى منه، لكن بينتهي بتروما قويه جدا بتغير شخصيتها للابد. عشان برضه نفهم الموضوع بشكل اعمق محتاجين نفهم طبيعه كل شخصيه عامله ازاي وبتفكر ازاي وايه اهدافها. ايفان مدلل لانه ما بيشتغلش، ابوه عاوز يرجع روسيا عشان يشتغل في الشركه عشان يتعلم ازاي يبقى راجل ويجيب القرش ويبقى مسؤول. توروس هو رجل دين في الاساس، السيس في كنيسه، لكنه خادم مخلص لعائله زخروف، ما يقدرش يرفض لهم اي طلب لان تمويله للكنيسه بتاعته والاهواء الشخصيه جايه من العائله دي. راجل ما عندوش مشكله يبهدل الدنيا في الشوارع وفي البلد كلها ويشطح في الكل بدون اي ذره احترافيه ويقل ادبه مع اي حد. العالم كله بالنسبه له عباره عن زباله بيضطر يتعامل معها فقط لما ايفان يعمل مشكله، لكنه مجرد ما يخلصها يطلع تحت جناح عائله زخروف في الطيارات الخاصه ويعيش حياته الفاخره اللي متعود عليها. عنده قدر رهيب من العنجهيه اللي تخليه يقف قدام شباب صغير يقول لهم انتوا قلالات الادب، ما بتحترموش كبار السن، ما عندكمش هدف في الحياه. قدر رهيب برضه من العنجهيه والانفصال عن الواقع لدرجه انه يقول للقاضي objection your honor she shouldn't be talking. راجل ما بيفهمش، هو مكلف بمهمه من عائله زخروف بيتصرف على اساسها وخلاص من غير ما يشكك حتى في اي قرارات بياخدوها، وده طبيعي لانه رجل دين. من يعني الفيلم شايف ان رجال الدين
دايما هم ناس ما بيفكروش خدام للكنيسة بشكل أعمى، تابعين لتاريخ بيزنطي قديم، رافضين يشككوا في إيمانهم ويفكروا في القرارات اللي الكنيسة بتاخدها. ده الفيلم اللي بيقول كده مش أنا. على الناحية التانية أنورا بسبب طلاق أبوها وأمها ما خدتش عائلة في حياتها، ما حصلتش على حب حقيقي أو مشاعر أو صحاب بيهتموا بيها، وبالتالي شخصيتها بتبقى مزيفة. الشغلانة المناسبة ليها إنها تدلع الرجالة في نوادي التعري، لأنها متعودة على المشاعر المزيفة، مشاعر باردة مش حقيقية، كله تمثيل. على عكس تماما شخصية إيجور اللي في بداية الفيلم بنفكر إن هو راجل أهبل ملوش أي لازمة بيتصرف على طبيعته وخلاص، لكن إيجور عنده قدر رهيب من التعقيدات في شخصيته. شاب حصل على عائلة بيحبها وتحبه في حياته، ما بنشوفهاش فعليا بس من كلامه على جدته اللي كانت بتطبخ له وأسرته اللي بيقعد معاهم. إيجور بيكون إنسان صادق حقيقي، عنده مشاعر حقيقية، عنده قدر كبير من التعاطف، وفعلا بنشوفه متعاطف جدا مع أنورا طول الفيلم، حاسس بيها وبمعاناتها وشايف هي بتفكر ازاي وحاسه بايه. صعبان عليه جدا الحاله اللي هي فيها والخازوق اللي هي بتلبسه والضرر النفسي اللي بيجي لها بسبب انها قربت من عائله توكسيك زي دي. لكن أنورا ما تعرفش يعني ايه مشاعر حقيقيه، متعوده على المشاعر المزيفه كأن هي دي المشاعر الصح او الكويسه، بينما نظرات إيجور ليها اللي مليانه تعاطف ومشاعر حقيقيه شايفاها نظرات مقلقه ومش مطمئنه، لدرجه انها بتحكم عليه وبتقول له انت نفسك تغتصبني، بصتك ليا بصة راجل مغتصب. نظرتها دي هتكتشف بعد كده انها ظلمته، لان اليوم اللي حصل فيه كل الفوضى اللي عاشتها أنورا هو يوم عيد ميلاده. بدل ما يبقى قاعد في وسط اهله ويحتفل بعيد ميلاده، فضل طول اليوم يحل مشكلة شخص اخر. ومن هنا بنيجي لاهم مشهد واعمق مشهد في الفيلم كله، وهو مشهد النهاية اللي لسه لحد دلوقتي أنورا مش قادرة فيه تستوعب ان خلاص الحلم اتكسر وانها لازم تصطدم بأرضية الواقع. أنورا نوعا ما بتفضل في حالة الإنكار وبتفضل ورا القناع المزيف اللي عايشة وراه، وأثناء ما هم في العربية والجو بره تلج بتتعامل مع إيجور نفس معاملتها لأي راجل في نادي التعري. بتحاول إنها تمثل عليه لكنه بيحاول هو إنه يكشف عن حقيقتها عن طريق إنه يبوسها. البوسة بالنسبة لأنورا هي لفتة بتعبر عن مشاعر الحب الحقيقي أو علاقة رومانسية حقيقية مش مزيفة. قليل قوي لما ستريبر تبوس أو تحضن أو تعمل حاجة رومانسية، هي بتشتغل على طول مش فاضية للرومانسية والدلع. بينما إيجور ما يهموش قوي العلاقة المزيفة دي على قد ما يهمه أكتر البوسة دي بالتحديد، لأنه عايز مشاعر حقيقية، وعشان كده هي بترفض تبوسه تماما. ولما بيحاول أكتر وأكتر أنورا بتقاومه بشكل مش طبيعي وكأنه بيغتصبها. بتصطدم أخيرا أنورا بأرضية الواقع بعد رحلة طويلة من الإنكار. بينجح إيجور إنه يكشف لنا عن حقيقتها لما بياخدها في حضنه وبتنهار عاطفيا تماما. واخيرا والاول مره في حياتها أنورا بتعبر عن مشاعر حقيقيه وصادقه جواها. لازم اعترف ان ده ابداع مش طبيعي من المخرج، انه يخليني اتفرج على فيلم بيحكي عن واحده عاهره ولا كانها شخصيه في مسرحيه من مسرحيات شكسبير. كاست مش طبيعي كلهم مع بعض كده عاملين جروب تحفه، مش قادر اشوفهم منفصلين في افلام تانية. التركيبه كلها تخليك تتعلق بيها بسهوله. فيلم برغم انه ريتد ار بسبب المشاهد الاباحيه ومحتواه الجريء، بس تقدر ترشحه لكل الناس لان الرساله اللي هو بيقدمها اي حد هيرتبط بيها. يستاهل طبعا ياخد كل الجوائز دي وهياخد فرصته في الاوسكارز. فيلم قدر من خلال قصه خازوق رومانسي بيحصل لاي حد في الدنيا انه يسقط على مفاهيم عميقه زي الضغوطات الاجتماعيه والمشاعر المزيفه والتوقعات العاليه وحاله عدم التواصل اللي بتوصل لجنان رسمي. برغم ان اكتر حاجه بكرهها في الدنيا هي السرد الخطي، ولكن بالتوظيف الصح لكتابه سوليد وتنفيذ ابداعي من المخرج بتاخد فيلم مليان تعقيدات مش طبيعيه في كل شخصيه وفي كل علاقه. سرد خطي وفيلم ساعتين ونص، لكن مجرد ما تفتحه بيخلص معاك في 5 دقايق. التصاعد اللي بيحصل في الاحداث والطبقات الكتيره اللي عماله كل شويه تنكشف بيخلي المشاهد مش قادر يفكر في اي حاجه تانية غير العبث اللي بيحصل قدامه. دي كل حاجه عندي عن الفيلم ده يا شباب. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك والحاجات دي، واشوفكم على خير ان شاء الله.